الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله القائل: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: وأين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. بادئ ببدء لا يسعني إلا أن أتقدم باسمي وباسم الطلاب الفلسطينيين في جامعة الإسكندرية بخالص الشكر والعرفان للجنة التنسيقية لدعم الانتفاضة الفلسطينية الثالثة التي أقامت هذا المجهود الرائع لدعم قضيتنا الفلسطينية. أصدقائي وزملائي أبناء مصر الحبيبة، مصر الثورة، مصر العروبة، أتحدث إليكم بلسان كل فلسطيني، أحيي فيكم روح الفداء والوفاء لفلسطين وشعبها. أتحدث إليكم وعقلي وقلبي عاجزان عن وصف ما أشعر به، ونحن نتابع اهتماماتكم ونتابع استعدادكم للتضحية من أجل الشعب الفلسطيني في أرض الرباط، أرض الكرامات والنبوءات. 63 عاما قد مضت، 63 عاما مضت على النكبة الفلسطينية، يوم ابتلع الشعب الفلسطيني من أرضه ليعاني الويلات وليتجرع حياة البؤس في المخيمات ومرارة الهجرة. 63 عاما والشعب الفلسطيني يعاني من الضغوط الدولية ليتخلى عن أرضه وحقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. قربت الشمس أن تغرب، فيا رب اجعلها غروبا لبني إسرائيل. أيها الحفل الكريم، أتيت اليوم إليكم أنقل لكم رسالة من أرض الإسراء والمعراج، رسالة من جدران القدس العتيقة، رسالة من كل مدينة وقرية فلسطينية، رسالة من كل طفل فلسطيني جعل الحجارة لعبة له، رسالة من كل رجل فلسطيني حط خارطة فلسطين على جداره المهدوم بدمه، رسالة مفادها جزيل الشكر والرسال وجزيل التهنئة القلبية على هذه الثورة المجيدة الطاهرة، ثورة العزة والكرامة، ثورة يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين، انت في قلبي ونور العين، انت في قلبي ونور العين، ثورة شعب لطالما قالوا أنه نائم مخدر يلهوه البحث عن رغيف الخبز، لكن توقف يا كاتب التاريخ إني أراك لحن، فهنا مصر، هنا أرض الكنانة، هنا يكتب التاريخ. يا كاتب التاريخ إني أراك لحن، فهنا مصر، هنا أرض الكنانة، هنا يكتب التاريخ. يا كاتب التاريخ أعد القراءة ثانية، ففارس الأمة قد استيقظ. أيها الحفل الكريم، شكرا لكم يا من أعدتم نسج خيوط العلم الفلسطيني بأيديكم الطاهرة، شكرا لكم يا من أعدتم الروح للضفة وغزة، يا من أعدتم روح الوحدة الفلسطينية بين شقي الوطن. رسالة أنقلها لكم من أم شهيد فلسطيني، رسالة من أم شهيد فلسطيني
يا بني إني أرى روحك الطاهرة هناك فوق سماء ميدان التحرير مع أرواح شهداء الحرية والكرامة. رسالة ننقلها لكم من أم أسير فلسطيني. يا بني لا تبتئس، يا بني لا تبتئس، يا بني لا تبتئس، إني أرى النصر مرسوما على هؤلاء السمر الشداد. يا بني لا تبتئس، إني أرى النصر مرسوما على هؤلاء السمر الشداد. رسالة من أخت شهيد فلسطيني. يا أبت لا تبتئس، يا أبت لا تبتئس، إني أرى النور هناك من قاهرة المعز قادم. رسالة من الأقصى الأسير. إني أنتظركم يا خير أجناد الأرض فلا تطيلوا الفراق، إني أنتظركم فلا تطيلوا الفراق. يا أهل مصر، يا أهل مصر اغسلوا دمعي وطهروا أرضي بماء نيلكم. يا أهل مصر اغسلوا دمعي وطهروا أرضي بماء نيلكم، إني أنتظركم فلا تطيلوا الفراق. وفي الختام كنا نود لقاءكم في قدسنا قدس الصمود، ولكن شاء ربي أن نلتقي في حقنا هذا المجيد، وغدا نطهر قدسنا إن شاء ربي من يهود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.